قعدت أسماء وهي مبسوطة وبتتفرج على الشيت وبتضحك وقالت: بقى دي اللي خنتني معاها؟ يعني هتتوقع ايه من واحدة بتكلم الشباب عادي؟ لا، كله من نيتك يا حسين. بس نفسي اشوف رد فعلك لما تشوف الشات ده وتسمع المكالمات. يا ترى هتعمل ايه؟ يلا هبعته لك الصبح كده كده، رغم ان عايزة ابعته دلوقتي، بس نصبر شوية كمان. في اليوم التاني لقيت رسالة من نوال وهي بتقول لها: صباح الخير يا عمرو. ردت أسماء وقالت لها: صباح الجمال يا نوال، أخبارك إيه؟ وبعتت نوال: الحمد لله. هتنزل الشغل دلوقتي؟ ردت أسماء: آه، ولما أجي هكلمك. ماشي. قلت أصبح عليك قبل ما تمشي. ردت أسماء وقالت لها: تسلمي، ما نحرمش منك يا نوال، وتفضلي في حياتي دايما. ردت نوال بقلوب كتير. وصلت أسماء الشغل وهي محتارة تبعت الشات والمكالمات دلوقتي ولا لما يجي مروح، ولا ابعتهم دلوقتي أحسن. أهو بيفتح داتا في الشغل وأكيد هيشوفهم. وصورت الشات وبعتتهوله، وبعتت المكالمات كمان، وبعتتله الريكورد بصوت نوال وهي بتقول فيه إنها ما بتحبش حسام. وراحت قافلة على طول لما لقيت حسام متصل على النت. عند حسام بقى لقى رسايل كتير جاية من رقم غريب، ففتحها. وكانت صدمة بالنسبة له إن مراته بتكلم واحد وبتخونه. وفتح الريكورد وكان بصوتها بتعترف إنها مش بتحبه. كان في صدمة ومش قادر يستوعب. يعني دي اللي ساب مراته عشانها تقوم تعمل فيه كده؟ وافتكر كمان إن هو اللي بدأ الخيانة الأول وبتتردله. ما كانش متوقع إن ممكن يحصل كده، لكن يتوقع إيه من واحدة أول ما بعتلها كلمته كأنها مصدقت؟ إزاي عمل كده؟ أهو بيدوق من نفس الكيس ومرت الموقف والحياة اللي عرفها عن مراته التانية. ساب الشغل وجري على البيت. فتح الباب لقاها قاعدة في الصالة. ضربها بالقلم وقال لها بزعيق: هات الموبايل. عايز الموبايل ليه؟ وبتضربني ليه؟ بدون ولا كلمة: هات الموبايل وافتحيه. فتحت نوال الموبايل وهي هتموت من الخوف، وهي خايفة لا يكون عارف كلامها مع عمرو. واديته التليفون. خده منها بسرعة وفتح أول شات قدامه، وهي نفس الصورة اللي شافها في الشات عنده، وكان فعلا حقيقة. كان مفكر ده شخص عايز يوقع ما بينهم. رمى الموبايل على الأرض بكل قوته، واتخضت نوال وبتبصله بخوف وبترجع لورا. وهو بيقرب منها وبيقول لها: بقى بتخونيني أنا يا نوال؟ يعني دي آخرة تضحيتي بمراتي الأولى، وسايبها دلوقتي لوحدها ومفهمها إني مسافر وشغل؟ ما هو برضو أنا استاهل إني دخلت واحدة زيك حياتي. ونزل شتيمة وضرب فيها وهي بتصرخ وبتحاول تبعده عنها، لكن مفيش فايدة. لغاية ما جد وتعب وقال لها: انت طالق، طالق، طالق بالتلاتة يا نوال. بصلها بقرف ومشي وسابها. عند أسماء بقى كانت بتلم في هدومها ومرتاحة إن خدت حقها منه. وبعد شوية خلصت وسمعت صوت المفتاح. طلعت ومعاها شنطتها. كان باين عليه العصبية والحزن، وبصلها باستغرابه للشنطة اللي في ايديها وقال لها: رايحة على فين؟ طلقني. انت بتقولي ايه؟ ايه؟ انت مش سامع؟ بقولك طلقني. اصل ما ننفعش لبعض. ما ينفعش افضل مع واحد خاني مع واحدة تشبهه. اه، انت بتقولي ايه؟ ايه الكلام اللهبل ده؟ بتنكر برضو؟ طب مفيش مشكلة، يمكن تكون نسيت. هجيب لك حاجة تفكرك. فتحت موبايلها وهي بتسمعه صوته مع نوال. هو بيقول لها انه هيقابلها عشان يتجوزوا. يعني كنت عارفة وساكتة ليه؟ عشان اخد حقي منك، ولو ما طلقتنيش هروح المحاكم واسمعهم كل اللي معايا ده، واجيب نوال تشهد ضدك. فطلقني بدون ما نتدخل في حوارات، اصل انا ما بقتش طايقاك. حسام لسه بيستوعب اللي بيحصل في حياته. يعني كده هيبقى لنفسه، هيخسر مراته أسماء اللي فعلا أحسن واحدة عارفها في حياته. فبقى مكسوف أصلا يبص في وشها بعد عملته دي. خلاص طلع هو الخسران بسبب نزواته. انت طالق، طالق يا أسماء.
بصيتله بحزن وخدت شنطتها وسابته ومشيت، وهو بيبص للباب المفتوح اللي خرجت منه. وبكده ده جزاته بعد خيانته، انه في الاخر هو اللي هيكون خسران وهيبقى وحيد ومكتئب. يا رب تكون القصة عجبتكم، ويلا اشوفكم بقى ان شاء الله في الرواية الجديدة، وما تنسوش اللايك والاشتراك.